حركة الحوثيين، والمعروفة رسميا باسم أنصار الله، قوة مؤثرة في اليمن. ظهرت في التسعينيات، وركزت في البداية على إحياء المذهب الزيدي الشيعي، وهو مذهب أقلية في اليمن. شعر الحوثيون الذين سموا على اسم مؤسسهم حسين بدر الدين الحوثي بالتهميش من قبل الحكومة اليمنية، واتهموا الحكومة بالفساد وإهمال مجتمعهم. بمرور الوقت حول هذا الشعور بالظلم الحركة، انتقلت أنصار الله من جماعة دينية إلى قوة سياسية وعسكرية قوية. يعكس شعارهم أيديولوجيتهم: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أدى هذا التحول إلى اندماجهم في قلب الحرب الأهلية اليمنية، حيث أصبحوا لاعبين أساسيين. تشكل أيديولوجية الحوثيين مزيجاً من المذاهب الدينية والسياسية. إنهم يلتزمون بتفسير فريد للإسلام الشيعي الزيدي، يؤكد هذا التفسير على أهمية الكفاح ضد الظلم والقهر، كما يعزز الشعور القوي بالمجتمع والاعتماد على الذات. سياسياً، يدعو الحوثيون إلى مزيد من الحكم الذاتي لشمال اليمن. يرون أنفسهم يقاومون التدخل الأجنبي، وخاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل. سمحت لهم أيديولوجيتهم إلى جانب براعتهم العسكرية بالسيطرة على أجزاء كبيرة من اليمن، وهذا يشمل العاصمة صنعاء. يكمن صعود الجماعة إلى الصدارة في مزيج معقد من العوامل التاريخية والاجتماعية والسياسية. يتميز تاريخ اليمن بعدم الاستقرار السياسي والفقر والصراعات القبلية. استغل الحوثيون هذه الثغرات لكسب الدعم، قدموا أنفسهم كأبطال للمهمشين. لقد تردد صداها لدى العديد من اليمنيين، وخاصة في الشمال، الذين شعروا بالإهمال من قبل الحكومة المركزية. سمحت قدرة الحوثيين على حشد الدعم إلى جانب قدراتهم العسكرية بتحدي الحكومة اليمنية. كان لصعود الحوثيين تأثير عميق على اليمن، حيث غير المشهد السياسي للبلاد وفاقم التوترات القائمة. أدت سيطرتهم على مناطق رئيسية في اليمن إلى تفتيت البلاد، وقد أدى ذلك إلى حرب أهلية مدمرة تسببت في معاناة هائلة للشعب اليمني.